بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبين. النهاردة جبنا معجزة جميلة جدا جدا بعنوان روحنا لدكتور أشطر منك. ايه حكاية المعجزة دي وايه حكاية العنوان ده هنتعرف عليها دلوقتي. بس قبل ما نعرف تفاصيل معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبين. يلا بينا نتعرف على المعجزة الجميلة بتاعت النهاردة. بتقول ايه؟ معجزة النهاردة حصلت مع واحد من كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا بشفاعة القديس الشهيد بشوي قمص دانيال. بيحكي ويقول ان حصلت معجزة عظيمة معاهم بشفاعة الشهيد بشوي، وان زوجته كانت حامل في الطفل الثالث ليهم، ومرت بظروف صحية صعبة خالص في الحمل اللي قبل كده بسبب حدوث نزيف شديد اثناء الولادة، واللي ترتب عليه حالة انيميا حادة للأم. علشان كده وصاهم الطبيب وقال لهم ان لازم يعملوا لها نقل دم كتير جدا، كذا كيس يعني دم قبل الولادة، قبل ولادة الطفل الاخير ده، يعني علشان يتحسوا ممكن ان هو يحصل نزيف اثناء الولادة او حاجة زي كده بسبب الانيميا الحادة اللي عندها. وبالفعل حضروا كل حاجة وتمت الولادة بخير وكل حاجة في احد مستشفيات اسكندرية، لكن الطفل كانت عنده نسبة صفرة عالية جدا جدا جدا. وعملوا تحاليل كتير للطفل وتحاليل في الدم، اكتشفوا ان في زيادة كبيرة في نسبة الخلايا الشبكية اللي بتعمل او تؤدي لتكسير شديد في كرات الدم الحمراء. ده بتظهر في شكل انخفاض الهيموجلوبين وحالة انيميا. يعني الموضوع كان صعب بالنسبة لهم شوية وعلى الطفل، لانه يعني اكتشفوا ان عنده شوية مشاكل كده، وحطوا الطفل في الحضانة 4 ايام لغاية ما انخفضت نسبة الصفرة دي شوية كده، وسمح لهم الدكاترة ان هم ياخدوا الطفل ويخرجوه، بس لازم يكون في متابعة مستمرة لحالة تكسير كرات الدم الحمراء دي. ووصوهم الدكاترة ان لازم يكون في علاج ومتابعة مع دكتور اطفال متخصص في امراض الدم، لان العلاج اما هيكون تغيير كامل لدم الطفل او ان هما يدوله حقنة تمنها حوالي 5000 جنيه، وفي الحالتين الخطورة عالية جدا على حياة الطفل. وبيكمل الأستاذ ده ويقول إن هو وزوجته كانوا بيتشفعوا دايما بالشهيد بشوي في فترة الولادة بتاعتها عشان كانوا خايفين يعني، وإن الولادة كانت صعبة، ولدرجة إن زوجته كمان أخدت صورة الشهيد بشوي معاها في أوضة العمليات وهي بتولد. وهو بعد كده اتصل بدكتور استشاري طب الأطفال الدكتور هاني مشيل، وقال له عن حالة الطفل، وقال له قال له على كل الحالة بتاعته. فالدكتور طلب منه ان هم يروحوا ليه على طول اول ما يوصلوا طنطا عشان يفحص الطفل ويكشف عليه ويشوف العلاج اللازم ويبدأ في العلاج ليه ويشوف حالته يعني ويتابعها ويشوف ايه اللي هيحصل معاه. واتفقوا على كل حاجة وقرروا ان هم هيروحوا للدكتور ده ويتابعوا معاه. لكن قبل ما يروحوا للدكتور قرروا ان هم يروحوا الاول مزار القديس بشوي في كنيسة ماري جرجس. وبمجرد وصولهم لطنطا، رغم ان الحالة الصحية لزوجته وللطفل ما كانتش يعني كويسة خالص، لكن اصروا ان هم اول ما يوصلوا طنطا يروحوا للكنيسة ويصلوا ويطلبوا شفاعة الشهيد بشوي. وهم قالوا له يا شهيد بشوي، انت مسؤول عن شفاء الطفل ده وابننا ده في ايديك، وانت دكتور وعارف، فاتصرف وتشفع عند رب المجد ان الطفل ده يبقى كويس وربنا يشفيه. وبعد زيارتهم للكنيسة وللشهيد بشوي اخدوا الطفل وراحوا للدكتور هاني اللي فحص الطفل وما لقاش عليه اي اعراض للمرض اللي هم كانوا بيقولوا عليه ده، اللي هو تكسير كرات الدم الحمراء ده. فطلب منهم ان هم يعملوا تحاليل جديدة في معمل المختبر، يعني على اساس ان كان في تحاليل قديمة وعدى عليها فترة طويلة يعني، فقال لهم اعملوا تحاليل جديدة ونشوف ايه اللي فيها ونتابع بعد كده ونقرر ويحدد على اساسها يعني ايه هيكون العلاج وكده.
فعلا اخدوا الطفل وراحوا عملوا التحاليل اللازمة اللي الدكتور طلبها، لكن كانت المفاجأة ان الطفل شفي تماما ومفيش وجود لأي أثر لتكسير كرات الدم الحمراء، يعني اختفت تماما بطريقة معجزية ومن غير تدخل طبي ولا أي علاج. والدكتور اول ما شاف التحاليل استغرب جدا وتعجب، قال لهم هو انتوا عملتوا ايه؟ وانتوا متأكدين ان ابنكم فعلا كان عنده حاجة زي كده وهي نفس الحالة اللي انتوا شرحتوها لي في التليفون وكده؟ يعني قولولي انتوا رحتوا فين او وديتوا ابنكم عند اي دكتور ورحتوا له عشان اكيد عالج ابنكم، او انتوا رحتوا لدكتور مشهور وكده؟ فردوا عليه الراجل والده وقال له احنا رحنا لدكتور اشطر منك. فاستغرب الدكتور جدا ان يعني هو رايح لدكتور ويقول له انه في واحد اشطر منه، طب ما كنت كملت معاه بقى وما جيتليش تاني يعني. لكن هما بعد كده شرحوا للدكتور ان هما ازاي طول الفترة اللي فاتت كانوا بيتشفعوا بالشهيد العظيم بشوي، وهو فعلا كان دكتور. وقالوا له ان هما راحوا له وهو سريع الندهة وقالوا له احنا عايزينك انت تتدخل ونطلب شفاعتك ان انت تشفي ابننا، وان هما مش عايزين اي تدخل طبي يعني او علاجي من اي حد. وهو فعلا كان سريع النهضة ليهم وشفاعته كانت مقبولة جدا عند رب المجد، وربنا اتحنن عليهم وعلى الطفل بشفاعة الشهيد بشوي وشفي تماما من اي مرض كان عنده، وبقى الطفل طبيعي جدا وبقى كويس خالص خالص. هنا الدكتور كتب لهم واقر ان دي معجزة اكيدة، وكتب لهم تقرير بيؤكد المعجزة دي، ومع التقرير ده ارفق التقارير والتحاليل اللي كانت قبل وبعد المعجزة، واكد لهم ان دي فعلا معجزة حقيقية، وهو شاهد بنفسه على المعجزة دي ان هي حصلت وبشفاعة الشهيد بشوي. وهم شكروا الشهيد بشوي، رجعوا تاني للمزار بتاعه وشكروه وشكروا ربنا على تحننه وعطفه عليهم ان هو ما سمحش ليهم ببهدلة يعني، وحافظ لهم على ابنهم الصغير ده وكمان على والدته، لان كان صعب خالص المرض بتاعه فيه خطورة عليه وهو كان طفل لسه صغير، فربنا شفاه لهم بشفاعة الشهيد بشوي. وكمان دليل على ان الشهيد بشوي سريع الندهة وما بيكسفش اي حد بيطلبه او بيطلب منه شفاعة او استغاثة. بيحكي واحد ويقول كان زوجته بتعاني من وجود حصوة في الكلى من سنة 2017، وده كان بيسبب لها ألم شديد جدا، وكانت المسكنات اللي بتاخدها ما بتبقاش قادرة ان هي تخفف الألم عندها ده. بالإضافة كمان انه كان بيعمل لها حرقان شديد أثناء عملية البول، والأمر ده تن معاها حوالي 3 شهور. وكانت زوجته تعرف كويس جدا الدكتورة جوزفين والدة الشهيد بشوي، لأن هي بتخدم في مدارس الأحد وبنتهم في مدارس الأحد. وكانت زوجته بتعرف يعني عارفة كمية الألم اللي فيها والدة الشهيد بشوي لفقدان ابنها. وفي ليلة صلت زوجته لربنا وطلبت شفاعة الشهيد بشوي، وقالت له انت دكتور وتقدر تشفع لي، اعمل حاجة وانا هفرح والدتك وابونا. وفي نص الليل في نفس اليوم اللي هي صلت فيه قامت عشان تدخل للحمام، واثناء التبول نزلت الحصوة بدون ألم او معاناة. ولولا ان هي شعرت بان هي بسقوطها يعني وبصوتها ما كانتش عرفت ان الحصوة دي هي اللي نزلت. وكانت الحصوة دي حجمها كبير جدا بتصل لحوالي 4 مليمتر. شكرت ربنا زوجته جدا وشكرت الشهيد بشوي انه كان سريع الندهة معاها وتشفع لها عند رب المجد ورحمها من الألم اللي هي كانت فيه، ووفت بوعدها واتصلت بالدكتورة جوزفين اللي هي والدة الشهيد بشوي وأبونا دانيال، وفرحتهم بالمعجزة الجميلة دي ووفت وعدها معاه لأنها قالت له هفرح والدتك وأبونا لو عملت معايا حاجة. الشهيد بشوي شفاعته جميلة جدا 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 وما بيكسفش اي حد بيطلبه او بيطلب منه شفاعة او استغاثة يعني. شفاعة الشهيد بشوي تكون معانا كلنا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم معجزة النهاردة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.